عمرو مرعي كمان قدام ال 18، ارتداد دفاعي بكامل عدد لعيبه طارق العشري عند منطقه الجزاء، رحيل يشيل بعرضيه ولكن بره الملعب. بتكلم على الارتداد اللي عمله صلاح محسن في الجبهه اليمين عند علي فوزي اللي قدامنا، ده علي فوزي الباك اليمين، وكان قدامه صلاح محسن الفرود اول ما الاهلي راح بصبر رحيل في جبهته الشمال، وعمرو مرعي كان قدام على قوس ال 18 في مواجهه اللعيبه اللي جايين السوليه وغالي. خدها تاني بترقيصه صالح جمعه، يا ولد يا لعيب صالح، خطير، عرضيه، جول جول جول، عرضيه من جمعه. بقول لحضراتكم صالح جمعه هو اللي عامل الشغل، هو اللي عامل النشاط بعرضيه رايحه هي مسلمه نفسها. صالح جمعه ورامي ربيعه مع زمايله رايحين له عارفين ان هو اللي عامل الشغل كله، والخطا من لعيبه انبي اللي بيكملوا في الشبكه. 1-0 للاهلي بعد الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع بمجهود فردي وابتكار شخص لصالح جمعه اللي لسه كنت بتكلم على وجوده في الملعب والحركه اللي بيعملها مع زمايله، انما كان عايز مساندات اكتر يترجموا الشغل اللي بيجي بيه. ادي صالح جمعه وادي العرضيه وحمودي اللي دخل، هنشوف حمودي هو اللي كمل مع المدافعين، انما كل اللعيبه رايحه على صالح جمعه اللي شايفين ان عامل 80-90% من الشغل في الجون. ادي العرضيه وصالح جمعه وعلي فوزي، وادي حمودي اللي سبق جول حمودي وصالح جمعه. انما بص اللعيبه والوعي بتاعهم، يعني ما حدش جري على حمودي وكله راح على صالح. صالح للتهديف. علي فوزي بيلعبها جامده زي الركنيه، مستني جوه ال 18 صلاح محسن وزمايله اللي جايين من منطقه وسط الملعب، محمد مجدي مع عمرو مرعي في بدايه الهجمه. 3-2 حسام غالي جاي في جبهته اليمين اللي فيها محمد هاني. علي فوزي يلعب عرضيه خطيره، جول عمرو مرعي مش ممكن، عرضيه وهفوه دفاعيه في الرقابه على الخطير عمرو مرعي. وادي الشناوي بيتكلم مع زمايله في الرقابه، وان هو كمان ما خرجش اكيد بيتكلموا مع محمد الشناوي. انما هدف التقدم واحنا بنقول هل هيقدر طارق العشري ان هو يطور من ادائه الهجومي بعرضيه من الجبهه اللي جه فيها علي فوزي ونقل نفسه من الناحيه اليمين وهو اللي يعمل النموذجيه اللي فاتت عمرو مرعي يستغلها بهدف تعادل يفرق كتير مع لعيبه انبي في البدايه. 1-1 يعني لعبنا مجدي مع عمرو مرعي مع صلاح مع بسيوني اللي راحوا دلوقتي واتحركوا في الكوره. ادي عمرو مرعي لو لف وبقى في المواجهه يعمل خطوره يريحها تاني المجدي الى بسيوني الرباعي الامامي هم اللي بيبداوا يشتغلوا. ضغط عليه محمد هاني بيدور على الكوره، ترجع تاني لبسيوني يلعب عرضيه داخل الصندوق في منتهى الخطوره، ضربه مزدوجه، جول عالمي، جول. ايه انبي ده؟ انبي اللي عامله في 10 دقايق ده صلاح محسن، يا ولد منتهى الجمال والروعه. الكوره وهي نازله الراجل عارف هيعمل ايه في شباك الشناوي. 2-1 هدفين زي الصعقه في اقل من 10 دقايق. اخطاء دفاعيه وتواجد لانبي في الدقيقه الثانيه والدقيقه العاشره. بدأ عمرو مرعي واحده في منتهى الجمال والروعه، الراجل مش مصدق نفسه. بص بسيوني، محمد هاني لسه بيدور على الكوره، وبسيوني تاني اللي بيعلق كوره عرضيه. عمرو مرعي شاكس مع المدافعين، وادي الضربه المزدوجه. يا سلام، ايه يا ابن الجمال ده، جون في منتهى الروعه. حلوه صلاح محسن اللي بيسجل تاني اهدافه. وفي مين بقى في النادي الاهلي؟ سجل الاهلي 3 اجوان من ال11 جون اللي دخلوا مرمى الاهلاويه الموسم الحالي. نرجع تاني للقاء قدام ال 18 ملعوب صالح جمعه وعمرو جمال الغايب تماما عن المشهد الهجومي لحمودي عاوز يلعب عرضيه، سحبه حلوه، عرضيه خطيره، جول. صالح جمعه لازم يسجل الراجل ده. انما حمودي قال له زي ما اديتني واحده انا موجود برضو يا جمعه، وصالح كمان للتهديف. 2-2 مع الدقيقه 65. العرضيه سهله النهارده، متبرمجين تحس ان الكتالوج بتاع الاجوان مع حمودي وجمعه بنفس الحال بنفس الطريقه، يديله واحده بلسم. بص شوف عمرو جمال وبص حمودي يرد الهديه على طول يلعبها لصالح جمعه عشان يحطها في المرمى. 2-2 بهدف وسيناريو